الشرطة في البلاد الأوروبية تلتزم القانون وحقوق الإنسان في التعامل مع المجرمين إذا ما قورنت بالشرطة أو أجهزة الأمن في العالم العربي. هي مدربة للسيطرة على المتهم إذا ما قاوم الاعتقال، لأنها قوة تطبيق القانون. فحضرت عندما شب حريق بهذا المبنى في مدينة غريفيلد الألمانية يقطنه مواطن تونسي وشابة ألمانية. الشرطة تريد التحقيق وتأمين السكان وإخلاء المباني المجاورة، لكن يبدو أن الشاب التونسي رفض الانصياع إلى أوامر الشرطة وقاومهم عند محاولة اعتقاله. دققوا جيدا في هذا الفيديو. المغردون العرب اعتبروا التعامل عنيفا مع هذا الشاب التونسي. ربما أيضا لم يلاحظوا العصا المعدنية الطويلة التي يحاول أفراد الشرطة نزعها من يديه. فاطمة تقول: لا تبرير لعدوانية الشرطة الألمانية تجاه المقيم التونسي، فالعدوانية والعنف واضحان جدا تجاه شخص مقيد تنهال عليه اللكمات وبعد إخضاعه تضع ركبتها على رقبته. هي عنصرية واضحة. أما سعيدة فتقول: أنا لا أؤيد العنف، لكن هذا الشخص رفض الخروج من مبنى تحترق وشتم الشرطة وبصق عليها، فمن الطبيعي استعمال العنف معه. سعيد حسن يقول في تغريدته: حقد دفين يخفونه تلك الدول التي تدعي الديمقراطية خلف الشعارات المزيفة. بدأ ينجلي ضباب الخديعة الكبرى. أسامة القماطي يقول: من يترك داره يقل مقداره، فأنت دارك في الوطن العربي وليس في أوروبا، ومع هذا أحييك على شجاعتك، فالعربي لا يستطاع التغلب عليه بسهولة. دمت فخرا لشجعان تونس والعرب. عاطف يقول: من الملاحظ بأن طريقة تعامل الشرطة مع جورج فلويد طريقة أصبحت محببة لدى الشرطة في العالم، فالشرطة الألمانية تعتدي على مهاجر تونسي وشرطية تسدد لكمات على وجهه وهو مثبت بالفيديو. يجب محاكمة المعتدين. الشرطة شرطة غريفيلد قالت في بيان: أوقفت الشرطة مواطنة ألمانية بشبهة إضرام النار بالمبنى، بينما جرى توقيف مواطن تونسي بعد أن أبدى خلال عملية الإجلاء ممانعة للشرطة، ما دفع إلى استخدام القوة ضده. الشرطة شاهدت فيديو يوثق الاعتقال، وسيتم فحص الحقائق من جميع الجوانب من الشرطة والمدعي العام. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.